ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الكرام البررة الذين بلغوا لنا هذا الدين صافيا لا لبس فيه بوجه من الوجوه. فرضي الله عنهم وارضاهم ومن سار على منهجهم واقتفى اثرهم الى يوم الدين. اما بعد، اخوه الايمان، اخوه العقيده والاسلام، موضوع خطبتنا لهذا اليوم عن امر مهم نحتاجه وبلادنا 12 سنة تمر بالنكبات والويلات والمصائب والأزمات. بوب الإمام النووي الشافعي رحمة الله عليه في كتابه الماتع رياض الصالحين باب في المراقبة. مراقبة الله هي النجاة، مراقبة الله هي المخرج من الفتن والنكبات، مراقبة الله هي المخرج من الويلات والمآسي. وأورد حديث أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. الله أكبر. حديث عظيم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وصححه الإمام الألباني رحمة الله عليه. حديث عظيم. قال ابن حجر الهيثمي رحمة الله عليه: هذا الحديث جامع لسائر أحكام الشريعة. الله أكبر. حديث واحد يجمع أحكام الشريعة. لماذا؟ لأن الشريعة لا تخرج عن الأمر والنهي، فهو كل الإسلام، لأنه متضمن لما تضمنه حديث جبريل من الإيمان والإحسان والإسلام. ولذلك قال المناوي أيضا: هذا الحديث من القواعد المهمة لإبانته لخير الدارين وتضمنه ما يلزم المكلف من رعاية الحق سبحانه وتعالى والخلق. ولذلك هذا الحديث جامع لجميع أحكام الشريعة. نعم يا رعاكم الله، ها هو سيد البشر صلى الله عليه وسلم يأمر بأول علاج. أول علاج إذا أردنا لبلادنا أن تتخلص من غلاء الأسعار وتدهور العملة وانخفاض الكهرباء، ما هو العلاج؟ أول علاج قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. قال
التقوى أخذ الوقاية، وأن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية وحاجز يمنعك ويحفظك من سخط الله، من عقاب الله. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الله أكبر. هذا هو العلاج الأول، ليس العلاج عند الأمم المتحدة، ليس العلاج عند الاتحاد الأوروبي. لو كانوا يستطيعون أن يعملوا شيء لفعلوا شيء لإخواننا في فلسطين وغزة، يبادون، يقتلون، تسفك الدماء، يقتل الأبرياء. أين أمريكا؟ أين الاتحاد الأوروبي؟ إنهم يكيدون كيدا، يتآمرون على الإسلام. وللأسف من بني جلدتنا من يؤازرهم، من بني جلدتنا من يعاونهم على فجورهم وإجرامهم وكيدهم. ولذلك الله يا إخوة، أول علاج لما ينزل في بلادنا هذا خبر من الله. ولو أن أهل القرى، لو أن أهل حضرموت، لو أن أهل اليمن، لو أن جميع من في الأرض جميعا آمنوا واتقوا. انتهى الموضوع. لا يوجد علاج آخر، لا يوجد علاج عند الأمم المتحدة، لا يوجد علاج عند الدول. العلاج فيما قاله الله وصح عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، ولذلك لا بد أن نطبق هذا الأمر تطبيقا عمليا، فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله. أين الذي يتقي الله وهو يدعو غير الله؟ أين الذي يتقي الله وهو يستغيث بغير الله؟ أين الذي يتقي الله وهو يطلب المدد ويقول لا هذا ما هو شرك؟ أنتم جئتم بمذهب جديد، أنتم وهابية، هذا ما هو شرك. أين الشرك يا مسكين؟ أين الشرك يا ضايع؟ أين الشرك يا زائر؟ عجب عجب أن مشركي قريش يعرفون ما هو الشرك، ويأتي للأسف البعض ممن يتكلم بألسنتنا ومن بني جدتنا وهو ما يعرف الشرك، يقول لك لا هذا محبة الأولياء، هذا محبة الصالحين، هذا التقرب للأولياء، هذا التقرب للصالحين. أما تقرأ قول الله تعالى عن الذين كفروا عن المشركين عندما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. عجبا ممن لا يعرف معنى لا إله إلا الله ولم يتق الله. ولذلك أول فيروس يدمر بلادنا هو فيروس الشرك والخرافات والخزعبلات والسحر والشعوذة وما يريد رب الأرض والسماوات من الزنا واللواط والمخدرات والربا والمجون والعهر والاختلاط والأغاني الفاسدة والأغاني الماجنة. كيف نريد لبلادنا أن تسير ونحن في ملعب باراد نترك الصلوات ونعق الأمهات ويباع الشهو والمخدرات؟ قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات
فسوف يلقون غيا. غي عذاب نزل في بلادنا، عذاب نزل في بلادنا من غلاء الأسعار وتدهور العملة وانطفاء الكهرباء وتسلط السرف وتسلط المجرمين. عذاب نزل ببلادنا. ولذلك الله يا إخوة في التمسك بهذا العلاج نربي الناشئة على تقوى الله، كما قال طلق بن حبيب رحمة الله عليه: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هنا سيأتينا الوزير الشريف، هنا سيأتينا المسؤول النزيه. إذا ربينا الشباب على التقوى سنسعد وستسعد بلادنا. إذا ربينا الشباب على مراقبة الله ولا يغشون ولا يسرقون ولا يأكلون أموال اليتامى ولا يسرقون الأراضي، ينهب الأراضي، يسرق الأراضي، ينهب ما لا يحل له، ثم يقول: متى ستزين بلادنا؟ سبحان الله. متى ستتحسن عملتنا؟ متى سنتخلص من انطفاء الكهرباء؟ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليابس. فبارك الله فيكم إخوتي في الله. البدار إذا ربينا أجيال قادمة سنتهنأ ببترول اليمن. نربي الأجيال القادمة على مراقبة الله، على تقوى الله، حتى إذا أصبح مسؤول ما يبيع دينه. كثر البياعون، كثر من يبيع دينه ومبادئه وثوابته وعقيدته وسنة سيدنا محمد من أجل ثمن بخس، ثمن بخس حقير، حطام الدنيا السائل. يبيع مبادئ، يبيع أمانة، لا إله إلا الله. يبيع بترول بلاده، يبيع ثروات بلاده. خيانة ما كنا نسمع بها، خونة، مجرمون ما كنا نسمع في حضرموت، ما كنا نسمع أن هناك خونة، ما كنا نسمع أن هناك من يبيع مبادئ. لكن عندما فتنوا ولم يعلموا، لم تعلم الأجيال القادمة، للأسف لم يعلموا التقوى، لم يعلموا في الجامعات. ولذلك نريد هبة حضرية، هبة حقيقية لفلترة. نريد فلترة لتخرج لنا الأجيال القادمة. أما الآن للأسف أقولها، وليغضب من يغضب وليزعل من يزعل، يزعل من يزعل. الجامعات الموجودة الآن لن تخرج لنا وزير شريف. الجامعات الآن الموجودة والمدارس لن تخرج لنا مسؤول نزيه. نعم، لن تخرج لنا من يزرق. للأسف الآن الذين يتخرجون أكثرهم حتى دبة الغاز يسرقها، يسرق دبة غاز. أهكذا ستزين بلادنا؟ يسرق ما لا يحل له، يصبح قاضي وللأسف يأخذ البخشيش. قاضي، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، نحمده سبحانه ونشكره على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، حيث أرسل إلينا أفضل الرسل بأبي وأمي سيدنا حبيب رب العالمين خليل رب العالمين سيد البشر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنزل علينا هذا القرآن المعجزة العظيمة الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم عليم. إخوة الإيمان، إن من العلاجات التي ذكرها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى نخرج من النفق المظلم الذي دخلت فيه بلادنا، ما هو العلاج؟ هل نذهب نأخذ دستور الأمم المتحدة؟ والله سيجدوننا خبال، كما قال الله تعالى: لن يجدوكم إلا خبال، سيجعلونكم تسيرون في الشوارع مثل المجانين. وهذا الذي حصل يا إخوة، هذا الذي حصل. دمروا بلادنا، دمروا عملتنا، دمروا خيراتنا، سرقوا ثرواتنا، زرعوا في بلادنا الحوثية المجرمين الذين يطعنون في صحابة خير المرسلين، فأصبح الكثير يسير مع غلاء الأسعار، مع انطفاء الكهرباء، مع تدهور العملة مثل المغاريب، يسير وهو مشلول مخطوط خبال مخبول، كما قال الله تعالى: لن يزيدوكم إلا خبالا. هذا الذي حصل في بلادنا. لكن ما هو العلاج النبوي؟ قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا هو العلاج. الآن للأسف البعض يتمادى في الإشراف، تقول له: اتق الله، ما يجوز تبيع المخدرات، إني مطوع، هو من يصرف على عياله. أعوذ بالله، لا يصرف على عيالك إلا المخدرات والقمار، تأكل الخمر وتغضب رب الأرض والسماوات، تبيع، والعياذ بالله بعضهم يبيع من أجل القات. شجرة خبيثة جاءت إلى بلادنا، شجرة خبيثة جاءت إلى دمرت شبابنا، يبيع بياع من أجل شجرة، عود صغير، بياع يبيع. أهم شيء أمن لي حق القات. فهنا ظهر لنا السرقة والخون والطلاب. طالب تجده في جامعة حضرموت في مدارس ويخزن، يبيع بياع. ولذلك هذا هو العلاج الثاني: أتبع السيئة الحسنة. إذا وقعت في معصية تب إلى الله، إذا أكلت أموال اليتامى تب إلى الله. الآن للأسف البعض يتمادى، يأخذ ويذهب ويقول لك: شيخ البلاد دفع، أمن مستقبل أولادك، زوج أولادك، زوج بناتك بالسعد، بالحرام، بالرشوة، بكل. أهم شيء أمن مستقبل. لا، انتبهوا، بعض الناس يقول: ما سبن، وليش تخطبون خطب الجمعة هذه؟ لا، هذا مرض، هذه قنبلة ذرية ستدمر بلادنا. إذا لم نتبع السيئة الحسنة فإننا سنبقى في غلاء الأسعار وتدهور العملة وانطفاء الكهرباء. أتبع السيئة الحسنة، التوبة بابها مفتوح. كل من يتناول هذه الشجرة الخبيثة يتوب إلى الله، يرجع إلى الله. لا تقل: العلماء اختلفوا، العلماء قال كذا، يعني ما عرفت من الدين إلا هذه مسألة. زين لك الشيطان هواك، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. لماذا يتأخر كثير من المصلين عن صلاة الجمعة ويقول لك: المسؤولين سرق، وبلادنا قبرة، وبلادنا غلاء الأسعار، وبلادنا تدهور العملة؟ طيب نحن الآن متدهورين، نحن الآن نحتاج إلى فلترة،
يغيب، وللأسف بعض الناس ما يأتي صلاة الجمعة إلا عندما تقام الصلاة. والمصيبة الشيطان يعطيك فتوى، الشيطان يعطيك فتوى مثل ما أعطى الصهاينة في فلسطين مجرمين، أعطاهم فتوى قال أنتم معكم حق تقتلون أهل فلسطين، أنتم أهل الأرض. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله، نحن الشعب المختار. أعطاهم فتوى جاهة يعطيك فتوى. نعم، يقول لك لا معاك أن تتأخر على الصلاة، وأنك تدرك الركعة الأولى خلاص الجمعة أدركتها. فتوى، يعطيك فتوى جاهة. ولذلك الله إذا أردنا النصر فلنحافظ على صلاة الفجر، نحافظ على الجمعة والجماعات في بيوت الله حتى يغير الله حالنا. ليس أننا نذهب، البعض يصلي صلاة الجمعة عند سوق الباب، البعض في ملعب بارادم، وما أدراك ما ملعب بارادم، يأتون قبل صلاة الظهر. ليش المباراة بعد العصر؟ قال لا، أنا بنفسي رأيتهم، لا أكلمكم عنه. والله يوم من الأيام مريت في الصباح في تلك المنطقة قريب من ملعب بارادم، ووجدت أفواج خير. إيش فيه هنا؟ إيش يوزعوا شيء؟ وقال لا، هنا اليوم مباراة العصر لا إله إلا الله، وصلاة الجمعة وارتياد بيوت الله، لا صلاة ظهر، لا صلاة عصر، لا صلاة مغرب. ويقولوا الشباب بعدين يسووا ايش؟ ثورة. تعالوا يا شباب نعمل ثورة ونعمل حبة. والله إنكم ستفشلون، ولو أقمتم 100 هبة و100 ثورة لن ينصركم الله، وأنتم ضائعون سائحون لاعبون لاهون. لعن وسب والسحر، حتى السحر انتشر السحر والشعوذة في بلادنا بسبب البعد عن الله. ولذلك الله هذا هو العلاج الذي أرشد إليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن، كما جاء في الحديث الصحيح: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. حسن الخلق في أداء العبادات وأداء الطاعات وأداء الخيرات. انتبهوا، بعض الناس مفتون يقول لك هذول الغرب أمريكا عندهم أخلاق حسنة. ليس هذا حسن الخلق. حسن الخلق في طاعة الله، حسن الخلق في عبادة الله، حسن الخلق في طاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الهم، يا مجيب دعوة المضطرين، اشتد الكرب وعظم الخط، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف